هذا الملتقى المهني الأول في نسخته الأولى حول قطاع الحليب وقطاع اللحوم الحمراء نظمته شبكة المستقبل في الأبقار بالمنطقة. حضروا جميع الفاعلين والمهتمين ومسؤولين بالوزارة والشركات المعنية، وبالتالي هذا لقاء طيب إن شاء الله مهني اللي كان تطرح فيه عدة الإكراهات اللي كيعيشها القطاع. ثم تعلمون أكثر من غيركم بأن قطاع اللحوم وقطاع الحليب اليوم أصبح قطاع غير مربح، وبالتالي ننظر للغلاء ديال الأعلاف وغلاء ديال المدخلات الفلاحية وخاصة شي ديال الأدوية وخاصة شي ديال التلقيح، وبالتالي واليد العاملة وكل شيء غلا والنقل، وبالتالي والثمن اللي يبقى هو في نفس الأثمنة ديالو إذا ما سايرش. وبالتالي هناك أصبح نظرة مستقبلية خصها تطرح من طرف الحكومة طرف وزارة الفلاحة بالخصوص في وضع واحد المنظومة واضحة المعالم على المدى البعيد للاستثمار من جديد في القطاع بدعم الأعلاف ودعم اقتناء العزلات اللي هي ذات الأصل الأصيل باش نعاود نردوا لواحد الثقة للفلاحة والكسابة باش يعاودوا يرجعوا يمتهنوا هذا القطاع، لأنه غياب الدعم ديال الدولة وغياب المواكبة ديال الدولة الفلاحة ما قابلش يسير. هما بداو عانوا سنوات الجفاف، سنوات ديال الحرب الأوكرانية من كوفيد، بقاو كيعانيو إلى آخره، وكيناديو بأنه تحسن الوضعية، ولكن توقف قهرتهم والناس تخلاو على الاكتفاء ديالهم باعوها. ولينا أصبحنا نستورد كل شيء، نستورد اللحوم، نستورد الأغنام، الأبقار، نستورد الحليب. هذا لا يليق ببلدنا كبلد زراعي وبلد الكسيبة وكذا. إذا من الضروري أن الحكومة وزارة الفلاحة أنه تواكب هذا القطاع وتعود تطرح منظومة جديدة اللي فيها الدعم معروف واللي غتوصل لواحد النتائج ديال انه يولي القطاع مربح باش الفلاحه والكسابه يتعاطوا ليه من جديد ونحققوا الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي ديالنا في قطاع اللحوم وقطاع الحليب. حنا كنعرفوا الحكومه كدير جهدها، فهمتي، كدير جهدها وكاين اكراهات ديال الماليه وكاين هذا، وبالتالي لا بد من جهد اضافي، لا بد من جهد اضافي. علاش؟ لانه ما يمكنش غدا حنا نعتمدوا على الاستيراد في كل شيء. عندنا قطاع، عندنا سميتو، عندنا نظام ديال الكسيبه وعندنا مؤهلات كبيره مهنيه وسميتو وبشريه واداريه، وبالتالي حنا خصنا نكون عندنا اكتفاء ذاتي في اللحوم وفي الحليب وليس على الله بعزيز. اذا كل ما اللي خاص هو انه تكون واحد المواكبه ديال الدوله وفيها واحد الدعم المالي. هناك الدعم المالي، كاين الدعم المالي، ولكن خصو ان يوجه الى الوجهه الصحيحه، فهمتي. يمكن كاين الدعم كيمشي لواحد المسائل اللي هي غير مجديه. نحاولوا نراجعوا هذه المنظومه ديال الدعم باش تكون منظومه فعاله في صالح القطاع وفي صالح الاقتصاد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه، اضغطوا على الزر سبسكرايب، المرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المواطنة نيوز، صوت المواطن.